المستشار أحمد جلال إبراهيم وهو أيضا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق اتصل ولديه مداخلة. أحمد بيه، مساء الأنوار. بخير كابتن مدحت. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا بداية لازم طبعا أتوجه بالشكر لحضرتك، مش بس عشان تبني مبدأ ولكن هو تبني توضيح. نعم. توضيح لبعض الأمور اللي للأسف إنها بتسيء لنادي الزمالك، وللأسف بتنال من أسرة نادي الزمالك. الناس اللي بتنكر ان بعض الناس بيجتهدوا وبيقعدوا من صباحيه ربنا بالليل عشان خاطر يفكروا في مصلحه نادي الزمالك وازاي يجيبوا له فلوس. نعم. وزي ما حضرتك قلت عجبني قوي، بدل ما هم يتكلموا بدل ما يقعدوا يتكلموا على اسره نادي الزمالك وعلى الناس المهتمه بنادي الزمالك، متفرغين بس ان هم بينالوا ويتشدقوا بالضحكات على نادي الزمالك وتصرفات مسؤولين. اعتقد لو هم عايزين يعني يا ريت يحظوا حظه المستشار جلال ابراهيم اللي قاعد من صباحيه ربنا لبالليل عشان يفكر ازاي يدخل فلوس لنادي الزمالك. هذا الشخصيه اللي جت شهرين الى 15 يوم حتى الان والموظفين قبضوا مرتب الشهرين والحمد لله كل الناس مبسوطه، مفيش حاجه بتتاخر. انا بقول لهم يعني كنتوا فين قبل انتم ما تسيئوا لناديكم كده؟ تقبلوا الراجل، هذا الراجل اللي عايز يعمل حاجه لنادي الزمالك عشان خاطر زي ما حضرتك قلت لو في لعيب ما تمش تسديد عقده وساب نادي الزمالك هم كلهم هيبقوا اول اللي بيرفعوا السيوف على رقبه المستشار جلال ابراهيم. طبعا. هم كانوا فين لما كانت الضرايب بتتكلم تخاطب نادي الزمالك وعلينا ضرايب بمبالغ جامده جدا؟ وانا رغم ان انا عضو مجلس اداره سابق توجهت مع وفد من نادي الزمالك ويسال في ذلك الدكتور اسامه مليجي عضو مجلس الاداره المعين الحالي والاستاذ يحيى عبد الغني والاستاذ محمد شاوي مدير المالي لنادي الزمالك، ورحنا قابلنا مستشار وزير الماليه المستشار مصطفى بحسين نائب رئيس مجلس دوله والمسؤولين عن مصلحه الضرائب عشان نقدر نرجع ونعمل حاجات كتير لمصلحه الضرائب انها ترجع الحقوق لنادي الزمالك او تخفض حاجات متقدره على نادي الزمالك. ده كله عشان احنا بنحب نادي الزمالك. كانوا فين الناس دي لما كانت التامينات زي ما قال المستشار جلال بتعمل محاضر عشان تبيع منقولات وتحجز؟ كنا فين لما رحنا وتوجهنا للمستشار وزير التامينات المستشار اسامه بيشلبي، هذا الراجل المحترم عضو مجلس اداره المعين الذي اعتذر عن استكمال مهمته لظروف عمله وساعدنا انه بيحب نادي الزمالك؟ دول كانوا فين؟ كانوا هيبقوا فرحانين لما يحصل حاجه لنادي الزمالك؟ انا بطالب زي ما حضرتك قلت كده، بدل ما هم يقعدوا ويستنوا غلطات لنادي الزمالك، ارجو ان انتوا تساندوا نادي الزمالك. فتره مجلس معين قد تقعد شهر او شهرين او تقعد سنه، لكن في الاخر مش هيخش انتخابات. اذا كان بيتحمل الكثير فهو يتحمله من اجل نادي الزمالك وحب نادي الزمالك. احنا كلنا حتى رغم وجودنا واحنا مش اصحاب اموال، انما حتى في نادي الزمالك يعني بنحاول ندي على قد ما نقدر. هذه الشخصيه لن ترغب في دخول نادي الانتخابات، وراجل في بعض البرامج اللي لقيت بعض الناس بيستهزئوا بيقولوا مين هو المستشار جلال؟ لا، المستشار جلال تاريخه معروف، نصر البياض، ما بيفكرش في حاجه غير مصلحه نادي الزمالك. يكفي انه بيستحمل الكثير من اجل تحقيق مصلحه نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. طبعا. بيتحمل الكثير من الضغط عشان خاطر جماهير نادي الزمالك تبقى سعيده يا كابتن مدحت. طبعا. مفيش ماتش ما بيسيبوش، ومش عايز اقول لك الماتش اللي تعادلنا فيه انا قلت ربنا يستر ان اقدر اوصله لغايه العربيه. ده راجل بيحب نادي الزمالك، يبقى كلنا نقف جنبه. طبعا. مش كل واحد كان ليه مصلحه وليه غرض وعايز يبقى عضو مجلس اداره معين او يجي مجرد ان هو بيتهم مجلس اداره المستشار جلال ابراهيم. طبعا. اقول لحضرتك انا بصفتي راجل قانون بقول لك النظام الاساسي للانديه واللائحه المصادره من الشباب الرياضه بتقول اي تبرع او قرض يجب ان يعرض على المجلس القومي للرياضه لقبوله. اذا القانون نفسه اباح تقبل قروض وتبرعات طبعا من اي شخص. احنا ما بنقولش المستشار جلال ابراهيم لا يتسول ولن يتسول من اجل نادي الزمالك. مستشار جلال ابراهيم امتى نقول اللفظ انه يتسول؟ لما بيروح يقول للناس ادوني حاجه لنادي الزمالك. هو ما بيقولش، بيقول اللي بيحب نادي الزمالك يساعده باي حاجه. فكره زي اللي حضرتك قلتها بتاعت الهدف المحمول، اي حاجه لمصلحه نادي الزمالك، اي رجال اعمال عايزين يتبرعوا لوحدهم. هو فتح حساب باسمه تقبل القروض، بدل ما يجي واحد يتبرع ب 100,000 ويبتدي هم يقولوا ايه ال 100,000 وازاي هو بيقعدوا يتمنظروا ويقولوا واحد تبرع ب 100,000 وايه هي 100,000 دي؟ طب بدل ما نقول احنا اهو بنقول ان الشخصيه دي تبرعت ب1000، لا، في حساب في البنك. اللي عايز يعمل اي حاجه عشان ما يجيش بعد كده نستظهر عليه او ونناله باي كلام. اللي عايز يتبرع بدون حط حساب في خزينه النادي، لا، في حساب محبي نادي الزمالك. اللي عايز يحط تبرع او قرض يروح يحطه هناك، وفي الاخر ده يعرض على المجلس القومي للشباب والرياضه. انا بس اتفق معاك كده وبضم من صوت لحضرتك، وانا اسف ان انا لا بالعكس، لان انا يا كابتن مدحت لما بلاقي رجل بيقضي حياته وبينال من حياته ومن عمره اللي بلغه بعد خدمه نادي الزمالك، وتلاقي ناس عشان خاطر
حضرتك مش لاقيين لهم مصلحه في نادي الزمالك، بيحاولوا ينادوا من هذه الشخصيه المحترمه الزملكاويه اللي قبل كده في ماتشات نتج نتيجه الضغط العصبي انه اتنقل للمستشفيات. جلال ابراهيم يعشق نادي الزمالك، ارجو بدل ما تتشدقوا عليه بالكلمات دي ان انتوا تقولوا هذا راجل محترم، ويكفي ان هو واقف زي الوحش في نادي الزمالك مع مجلس ادارته مع كل محبينه بيحاول يعمل حاجه لنادي الزمالك يا كابتن. اللي حضرتك قلته انا بتفق معاك فيه 100% يا احمد بيه، واقدر اقول لك في النهايه لا تدع اذنك تذهب الى الصغار ولا تسمع الصغائر. وانا هقول لهم كلمه هم مش هيفهموها، صعبه شويه. جماعه انجليز هناك عندهم كلمه واحده، انا هسيبها لهم للقاموس يا احمد بيه بعد ما اشكرك الاول. خليني يا ريت يفهموها يا كابتن. مش هيعرفوا، صعب عليهم. اشكرك يا احمد بيه وبالتوفيق، واسمعها مني على الشاشه. اشكرك شكرا جزيلا. بس هتتعبوا قوي عشان تفهموها، دي تنطبق عليكم الكلمه اللي جايه دي، بس صعب عليكم انا عارف. بولوكس، هقولها كمان مره عشان مش هتعرفوا تجيبوها. انتم بولوكس. شوفوا بقى القاموس لو عرفتوا تطلعوها تبقوا جدعان.